اليوم غادي نبارطاجي معكم اقدم شارع في الرباط. ما كاينش اللي ما كيعرفش هذا الشارع هذا. هو شارع محمد الخامس، اللي معروف بشارع ديال البرلمان. فالاصلاحات اللي داروا ليه وعاودوه، قادوه كامل وقادوا الطريق اللي كاينه تمنايا، كلشي قادوه. واليوم غادي نبارطاجي معكم الشكل النهائي. خليكم معايا نمشيو نشوفوا الشارع كيفاش وليد. نتوما كيما كتشوفوا الاجواء، اجواء اللي زوينه الصراحه، اجواء اللي واعره ديال بصح. وكما كتشوفوا الاصلاحات راه داروها وقادوا كلشي، قادوا حتى الطريق عاودوا زفتوها وحيدوا داك الزليج اللي كاين حدا البرلمان حتى هو تعاود. وكما كتشوفوا الحمام راه ناشط لاعاده الهيكله ديال هذا الشارع هذا. هذا الشارع اللي كيجيو ليه بزاف ديال الناس، كيجيو من جميع المدن المغربيه، كيجيو لهذا الشارع اللي معروف شارع ديال البرلمان، واللي سميتو شارع محمد الخامس. فالشارع اللي ولا من احسن الشوارع ديال مدينه الرباط، شارع اللي زوين صراحه، شارع اللي متنفس ديال مدينه الرباط. نخليكم مع هذا السينماتيك هذا ديال هذا الشارع هذا اللي ولا من احسن شوارع مدينه الرباط. وكما شفتوا الاجواء ديال هذا الشارع هذا، شارع اللي ولا واعر صراحه، شارع اللي زوين. تيجيو ليه الناس يجلسوا، تيتصوروا، تياخذوا تصاور. كاينين حتى شي منابر اعلاميه، الصحافه الالكترونيه حتى هما كاينين هنايا، كيديروا استجوابات مع الناس. صراحه شارع اللي واعر ديال بصح، شارع اللي زوين، عجبني الشكل ديالو واعر.
وكما كتشوفوا الاجواء راه الصحافه كاينين هنايا كتشوفوا. هذا من احسن الشوارع اللي كاينه في مدينه الرباط. فكما شفتوا الشكل النهائي ديال شارع محمد الخامس، شارع اللي معروف في مدينه الرباط. ما كاينش اللي كيجي للرباط وما كيشوفش هذا الشارع هذا وما كيجيش يشوف هذا الشارع هذا. شارع اللي زوين صراحه، فيه الحمام، فين تصور وفين فيه تاخذ تصاور تذكاريه. وصلنا لهذا الفيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو.